احنا طول الوقت ماشيين عكس الاتجاه. ما تربناش في المدارس او في الجامعات او في اي تعليم عن قوانين الكون. انت عشان تقدر تفهم الرياضة كان لازم تفهم قوانينها، عشان تقدر تحل مسألة كان لازم تفهم القانون اللي بيحل المسألة، ولو معرفتوش اكيد بيبقى حل المسألة غلط او طويل قوي زيادة عن اللزوم. ده اللي كان بيحصل معانا مثلا في الهندسة. نفس القصة في الحياة، احنا مش عارفين ايه هي القوانين بتاعة الكون نهائي، متعلمناهاش، فبالتالي في الغالب بتمشي عكسها. بما ان انت ماشي عكسها، تخيل كان انت ماشي في شارع عكسي، المفروض ان هو اتجاه وانت ماشي عكسه. ايه اللي بيحصل؟ بتقابل عربيات تخبطك، الناس كلها بتبقى شايفاك ومتضايقه منك، بتعمل مشاكل اللي حواليك مش ليك بس. الطريق بيبقى صعب جدا، بتبقى ماشي بمعاناه طول الوقت، وده اللي حاصل معاك في حياتك. عشان كده عملنا لك شفرة الكون، وشفرة الكون فيها قوانين اللي هتقدر تسهل لك الحياة، والقوانين اللي انت كان من الاول المفروض تعيش بيها عشان تعيش حياة سلسة وسهلة وتوصل اللي انت عاوزه. ابتديناها باول قانون هو الامتنان، وازاي من خلاله بس تقدر تصلح علاقاتك، تصلح مادياتك، تصلح ظروف شغلك، بيتعامل مع كل المشاكل النفسية. عملنا ميكس كده بين العلاج الجمعي، او بين كمان التغيير المعرفي للمعلومات المشوهة عندنا عن طريق الامتنان. هو مش بس ان انا بشكر، فهو ده لوحده اول حاجة في البرنامج، بعديها بقية القوانين اللي اكيد في البرنامج ده ان انت اول ما هتبتديه في الاخر هتبقى واحد تاني انت ما تعرفش عنه حاجة. مستنيينكم في راوند 5. معاكم زينب بكري.